كثير يتساءل السيد مزيان غير اللجنه التقنيه للكاف على اي معايير تحدد هذه الخيارات. هذا بالنسبه لي انا ما تساءل يقولوا باللي راهو تكريم احسن لاعبين واحسن افريقيا وما كان قليل باش تلقى واحد يلعب في افريقيا، كاع يلعبوا في الخارج. ممكن لما تتكلم على الكره الافريقيه على الاقل تكرم من يلعب. كاين هناك جائزه احسن لاعب افريقي محلي ياخذها بليلي 2019 دركا. ممكن لهذه اللجنه هذه تخلق انوتر تروفي وتسميه لو ميور جوار افريكان ايفوليون ليترونجي خارج افريقيا، خارج القاره الافريقيه. ولكن اذا كان تتكرم لاعب اللي يلعب في نوادي افريقيا، هذا كاين بزاف اللي تغير الامور. اعطي الاولويه من يلعب في انديه افريقيا. وعليك اذا كان ردت تعطيها سمعه كبيره انترناسيونال ولا ممكن تخلق نوتر تروفي وتسميه احسن لاعب افريقي صحيح يلعب في اوروبا. كذلك التساؤل في الخارج تم ادراج المنتخب المغربي لاقل من 20 سنه رغم انه المفروض انه ما يكونش مصنف مع المنتخبات الاولى. بيزار. نعم باسكو علاه لو كانوا هكذا علاش ما كانوش يجيبوا النيجيريا اللي كانت دي ميداي دور في الجوز اولمبيك؟ على ما يجيبوش الغانا اللي طغات في لي يوفا وقت ثاني عندهم نهار اللي السنغال داو السنغال ما باغ اكزومبل لا ماشي مزيان. الكاميرون طغاو كذلك في اليوفا ضربوا لي في يوفا. لا اشياء غريبه تجري في الكاف، اشياء غريبه منذ سنوات. الان علينا ان نفكر كيف نعاود نرجعوا القوه تاع الكره الجزائريه على المستوى الافريقي. نعم. تبدا اولا بالانديه تاعك. لازم الانديه تاعنا تكون عندهم مكانه واضحه و يسامبوز في الافريق. وعلى ذكر الانديه بعد الفريق الوطني. وعلى ذكر الانديه مؤمن القاسي الانديه تاعنا كيما شفنا الحكم تاع لو ديرني اربيت المولود ديال طنجة مع كولومب. مؤمن على ذكر الانديه واللي تحدث عنها سيد مزيان غير عليها تبرز وتتالق وتتنافس على الالقاب القاريه. الموعد نهايه هذا الاسبوع سيكون مع لقاءات العوده من الدور التمهيدي الثاني لرابطه الابطال الافريقيه وكاس الاتحاد الافريقي. البدايه غدا بشباب بوزداد في اياب الدور التمهيدي الثاني مع نادي حافيه كوناكري بملعب نيلسون مانديلا ببراقي. يوم السبت اتحاد الجزائر في نفس المنافسه سيستقبل نادي اكاديميه امادو ديالو. في نفس اليوم في رابطه الابطال الافريقيه شباب القبائل مع الاتحاد المناصري. ومولوديه الجزائر يوم الاحد بملعب الشهيد علي عمر بدويره. المولوديه ستستقبل نادي كولومب الكاميروني. الانديه الجزائريه في رواق جيد لبلوغ دور المجموعات. بيان سور ان شاء الله كاع عندهم لي شونس تاعهم انتاكت ان شاء الله، حظوظها قائمه باش ان شاء الله يديروا العمل اللي لازم يديروه، صادير فير لو جوب ا دوميسيل، فير لو طرافاي ا دوميسيل. السي ار بي جابوا ماتش نول لازم ياكدوه. يسمى خسروا 1-0 اقل اضرار ان شاء الله كذلك. شبيبه القبائل اللي راهي نقول باللي سوف كاتاستروف راهي في لافاس دي بول 3-0 ماتش عليه فريمون يفو فريمون كارثه كبيره باش ما يجوزوش. ومولوديه الجزائر داروا كذلك يعني تعادل ايجابي قادرين ان شاء الله بيان سور في استادهم يجوزوا ان شاء الله سون انكومبر ان شاء الله لا فاز دي بول. مي اتونسيون لاربيتراج راني نقولها. ما تشوف الاربيتراج تاع الجيري مع تيزيوسو مع لوغندا، تشوف الاربيتراج تاع المولوديه انا خوفني. هي في دي زيرور دي فوت كي لافي سيفلي بور لادفيرسير ما يسحقوهمش من نحقوا لهم بكل صراحه. اذا نقول نحذر هذه الانديه من التحكيم في هذه المباراه. يفو فير اتونسيون. سيد مزيان غير والله انا بالنسبه لي اذا الكره المحليه هي الانطلاقه بالنسبه اذا كان رانا نحبوا الكره الجزائريه ترجع او تكون احسن مما كانت عليها في الماضي. لكن لابد من نرافقها سيد مزيان. اكيد أنا لما لا نعمل بعض الشروط ونحدد لها بعض الامور. لما ياخذ قرار مشاركه لاعبين او شحال كاين 4 لاعبين صغار 5 لاعبين ولازم 2005 ولازم يلعبوا 450 دقيقه في مرحله الذهاب. هذا راهو عجز
هنا tu es en train de freiner les équipes تاعك. كيف هي عجبها دير اون ديسيزيون ايكريت في الكاغط ادمينستراتيفمون تو مامبوز نتايا باش نطلع 5 جوار يلعبوا اون سينيور. ما عنديش. ولو كان عندي حقيقه ليست اللي يلعبوا سينيور، على نستناك حتى تقول لي تا نلعب يلعبوا اللي عنده مكانته ويلعب سيد لالياتوار. اللي ما عنده. كيف نقوي هذه الانديه المشاركه في المنافسه الافريقيه؟ لازم تسمح لهم اولا اللي يكون يشارك في المنافسه الافريقيه لازم تكون عنده ميزانيه خاصه. بار اكزومبل تعاونوا، لازم تعاونوا، لان حاليا الكره الوطنيه المحليه ما راهيش تنتج ما يخرج اللاعبين بامكانيات اللي لازم. هذه حقيقه واقع. وواقع. ربنا في الناخب الوطني عليك ان تقدر تعاون هذا لي كلوب هذو بميزانيه خاصه اللي يشاركوا فيها. كل فريق اللي يشارك في افريقيا عنده مساعده خاصه لكي ممكن يجيب لاعب او لاعبان دو ليسونس، ولا ماشي غير في الافريق، يجيبهم من يحب. المهم يجيب لاعبين اللي ممكن يعطيوا له ربما المستوى اللي يليق بهذا الفريق وبهذا المستوى الافريقي. سيد مزيان متفائل بمشوار الانديه هذا الموسم الاربعه للذهاب بعيدا، مثل ما كنت تقول انها تعود الى تتويجات الانديه الجزائريه على مستوى القاره. والله احنا نتفائل ولكن الجو العام للكره الوطنيه في بعض الاحيان ما يخليكش تامن بهذه الامور هذه، ما يخليكش تامن. ربما الى حد الان وصلوا لي كار دو فينال ومن بعد اون دو مال باش نفوتوا لي باش نجوزوا الدور الربع، باش نجوزوا الدور ربع النهائي. اذا علينا ان نعمل اكثر. لازم نفوتوا هذا الدور تاع ربع النهائي، نمشيو للنصف النهائي ونمشيو والله فينال. ولازم في بدايه السنه على الانديه ماشي غير كي تلحق اللي تحوس على لي جوار، منظرك نحوسوا على لي جوار، دير سكوتينغ اترافير كاع لافريك الا بغيت، ما جهه اخرى ممكن تجيب اللاعبين اللي ممكن يساعدوك لكي ان شاء الله نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للفرق تاعنا. نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للانديه الاربعه. ان شاء الله يوم الاحد تكون 4-4 ان شاء الله يا ربي. في دور المجموعات القرعه مقرره يوم 3 نوفمبر بجنوب افريقيا. ان شاء الله ان تكون الانديه الجزائريه في الاربعه انا واش نقول في الدور الربع النهائي. زياده على واش قال السي مزيان، على الاقل نديروا خير من العام اللي فات في ليغ دي شامبيون. لحقنا كارت فينال، خسرنا مع لوندو بيرات. مولوديه الجزائر دارت مشوار طيب في الكوب دو كاف. شباب نادي الرياضي القسنطيني لحقنا دومي فينال. اسيي دو فير ميو مسيو مزيان، نقدروا نديروا ما احسن ان شاء الله. ان شاء الله. وصلنا للختام. شكرا لك سيدي مزيان.